السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده النهارده يا بنات، ده هيبقى شرح بس، شرح للناس اللي بتقولي يا ام يوسف انا نفسي اعمل مشروع لتفصيل الملايات بس مش عارفة ابتدي منين وايه الخطوات اللي انا اخدها في الاول. فانا ان شاء الله الفيديو ده هيبقى شرح ايه الخطوات اللي تاخديها. بص يا بنات، لو انت عايزة تبدأي في مشروع الملايات، هو الموضوع مش صعب، الموضوع سهل وبيبقى ان شاء الله يعني مربح وهيبقى حاجة من البيت، لا هتروحي ولا هتيجي. اول حاجة، انتي مثلا لو ما عندكيش مكنة وعايزة تجيبي مكنة، يعني انا افضل ان انتي تجيبي المكنة السوداء، بلاش تجيبي اللي هي المكنة الصناعي دي. طبعا دي لما ان شاء الله تدوسي بقى كده في الخياطة وتبقي كويسة وما عندك زباين تبقي تجيبيها. لكن ابدأي في المكنة اللي هي السنجر اللي هي السوداء. هاتي مكنة تكون مستعملة، اشتغلي عليها، بتبقى حلوة وجميلة. انا بديت بيها وطلعت شغل بيها حلو قوي للزباين ومحدش اشتكى وكانت حلوة يعني. فاول حاجة ان شاء الله كده تجيبيها المكنة. تمام. طب واحدة تقولي طب انا خاف اجيب المكنة، وانا اصلا اجيب المكنة اخاف اجيبها واركنها، اخاف ان انا اقص القماش. طب انتي واحدة تخافي تجيبي المكنة ونفسك تجربي الاول طريقة القص، ماشي، ممكن هتتعلمي معايا طريقة القص، تقصي معايا طقم، تتعلمي ازاي بيتقص تقصيه. ممكن تروحي عند اي واحدة بتخيط تقفلهولك، هيبقى التقفيل سهل. وتشوفي انتي يعني تشوفي قصك بقى انتي كده او مثلا دي مثلا لو انتي عايزة نويتي خلاص ان انتي تشتري المكنة، هتشتري المكنة اللي هي السنجر السودا دي، ممكن تلاقيها تجيبيها من حد، ممكن تجيبيها من واحدة تكون بتفصل وجابت مثلا اشترت المكنة الكبيرة فعايزة تبيع اللي عندها، دي ممكن تشتريها منها بسعر رخيص. او تروح عند اي حد بتاع مكن، اي واحدة بتاعت بتخيط، هتلاقي عندها بتبيع عندها المكنات السودا دي. في ناس ساعات بتعرض المكن اللي عندها القديم اللي عندها، بتعرضه للبيع، ممكن تلاقي سعرها رخيص، بتبقى افضل من الجديدة. يعني الجديدة ساعات اما يعني بتبقى صيني وما بتطولش. ده بالنسبة للمكنة. طب في واحدة تانية تقولي طب انا انا اصلا لسه ما بعرفش اقص وخايفة ان انا اجيب المكنة فما اعرفش ان انا اقص بعد كده القماش فتعقد واسيب المكنة ما اشتغلش عليها. في الحالة دي لو انت عملتي كده، انت ممكن بقى تعملي انت ممكن تجيبي القماش وهعرفك ازاي تجيبيه وتقصيه. وبعد ما تقصيه، عايزة بقى تشوفي شغلك، تشوفي القص اللي انا قصيته ده صح ولا ممكن تروحي بقى تقفليه وتيجي تشوفيه عندك هنا عندك في البيت، تشوفي المقاسات عاملة المقاسات مظبوطة. والله لو انتي لقيتي قصك كويس وممتاز والمقاسات عجبتك، خلاص انتي انوي ان شاء الله ان انتي تجيبي المكنة دي، انتي روحي تشتري المكنة السودا دي من اي حد. تمام. ده بالنسبة للمكنة. انتي خلاص اشتريتي المكنة، هتحتاجي تاني؟ هتحتاجي المزورة دي، لازم المزورة دي علشان خاطر دي اللي بنقيس بيها، لان الملايات دي بالذات ما يعني لازما بالمقاسات، كل حاجة لازما بالمقاس، فتحتاجي المزورة دي وهي سعرها مش غالي، هي سعرها رخيص. هتحتاجي المقص دون، وهتحتاجي القصافة دي. الحاجات دي يعني انا مش جايبه الحاجات بتاعتي في الورشه، فانا جبت بقى الحاجات اللي موجوده عندي في البيت. والمقص ده على فكره شغال وحلو ورخيص وشغال يعني. تجيبي المقص وتجيبي والمزوره. طيب انتي بقى عايزه تروحي تجيبي القماش ومش عارفه هتجيبي قماش قد ايه. بصي، لازم تكوني محدده هتروحي تجيبي يعني مثلا انا حددت خلاص ان انا اخترت طقم عجبني، انا عايزه افصل دون اقص ده، بس لازم أن يكون الطقم اللي انت عايزاه ده يكون طقم عادي، مفهوش كرانيش، مفهوش اي حاجه، يبقى عباره عن ملايه واتنين مخده واتنين خداديه، طقم عادي خالص مفهوش اي كرانيش، عشان خاطر يبقى بقولك الموضوع سهل ونفسك تتفتح ان انت تستمري في الموضوع. طيب خلاص انا كده خلاص اخترت الطقم اللي انا هجيبه، الشكل اللي انا هجيبه، بس عايزه اعرف قد ايه القماش المطلوب مني. انتي مثلا هتجيبي طقم واحد
ابتدي بطقم واحد، بلاش تجيبي طقمين عشان القماش غالي وانتي خايفه تقصي وكده، لا هاتي طقم واحد. روحي اشتري، انا عندي السرير 160، بجيب له 5 إلا ربع قماش. 5 إلا ربع ده اساسي، ما تقليش عن 5 إلا ربع. مقاساته هتبقى كبيره وجميله ومستريحه، وفي نفس الوقت المقاس بتاعه ده هيبقى مظبوط. 5 إلا ربع، يعني حتى لو حد قالك لا هاتي 4.5، لا ما تجيبش 4.5، هيبقى المقاسات صغيرة ومش هتعجبك وانت لسه في الأول، ممكن تاخدي في الخياطة كتير. لا هاتي 5 إلا ربع. ال5 إلا ربع دول هتعملي ايه؟ هتروحي تشتري القماش اللي انت خلاص، انا خلاص اخترت الشكل اللي انا عايزاه. روحي قولي للتاجر انا عايزه 5 إلا ربع من القماش. هتيجي بقى البيت، انا عايزه اقص. انا قلت لكم ان انا مش هقص هنا في الفيديو ده، انا بس بشرح. بس انتي لما تيجي تقصي انا هنزلك الفيديو بتاع القص تقصي ازاي. بس لغايه دلوقتي انا خلاص رحت وجبت القماش ونويت ان انا هقص. انا بقص ايه؟ عندي بيبقى مقاسات مظبوطه، مقاسات ثابته. الملايه بتاعتي انا عندي سرير خلاص 160، الملايه بتاعتي ثابته، هتقصيها 2.5 متر. عندك المازوره، هعرفك برضو ازاي تقصي 2.5 متر. المازوره دي عشان نبقى عارفين دي 1.5 متر، المازوره دي 1.5 متر. ماشي. فانا بقص الاول الملايه، انا هقص معاكم برضو علشان خاطر حبايبي برضو ايه يبقوا متابعيني. انا هقص الاول الملايه. طيب المازوره خلاص اتفقنا 1.5 متر. اخد الملايه كام؟ قلنا الملايه 2.5 متر. الملايه 2.5 متر. بروح واخده المازوره كده كلها. الاول بجيب القماش بيبقى متني كده زي ما انتم شايفين، وباخده من التانية وبمسكه من هنا من الحرف كده، من الحرف كده خالص اهو، واروح حاطه عليه المازوره وقايسه. ادي انا خلصت المازوره كلها. المازوره زي ما قلنا 150، يبقى انا كده عايزه قد ايه تاني؟ عايزه متر كمان عشان يبقى الملايه بتاعتي كلها 2.5 متر. بروح حاطه ايدي كده، ادي 150 اهي. بروح حاطه ايدي كده عشان اعلم، اروح شايله المازوره خالص. انا حاطه ايدي على العلامه على العلامه اللي انا خدتها، اللي هي اخر المازوره كانت 150. انا كده محتاجه متر، يبقى هروح حاطه المازوره هي عند العلامه اللي انا عندي ايدي، هي ماسكه ايدي دي اللي انا معلمه عليها ايه، واروح مكمله الايه، مكمله المتر الباقي، واروح مكمله المتر. اجي عند المتر كده واقف، اي اكمل كده الايه، واجي عند المتر واروح ايه واقفه اهو. 100 دي هاجي عند 100، يبقى انا خدت الاول 150 ورحت حاطه صباعي كده عند 150 كده، ورحت ايه جايبه المازوره تاني من الاول عشان اقيس متر. ادي متر اهو. يبقى انا كده ايه، واروح بقى ايه معلمه كده علامه عشان لسه بقى جديده عشان ما اتلخبطش. اروح معلمه كده علامه بالقلم هنا كده عند المتر، واروح تانية كده القماش واظبطه بقى كده معايا، اظبطه كده ويبقى متظبط، واروح ايه، واروح قصه بالمقص. رحت تانية عند الحته العلامه اللي انا خدتها. انا بديكم مثل، دي قماشه عندي مقصوصه، بديكم مثل. اروح معلمه كده، اروح تاني القماش ومظبطاه، واحاول ان انا اقعد افرد كده عشان القماش بتاعي يبقى مظبوط، واروح ايه، واروح قصه الحته الزياده. بقت معايا ملايه 2.5 متر. ده بالنسبه للملايه. طيب انا دلوقتي كده قصيت الملايه خلاص، هيبقى فاضل لي المخدتين والخدديتين. مش هقدر طبعا، مش هعرف طبعا اشرح لكم المخدات، هوريها لكم برضو او هضيفها لكم في الفيديو دون طريقه قص المخدتين والخدديتين.